تحرك حوثي خطير للسيطرة على هذه المحافظة. كشف السياسي فهد بن الزيب الخليفي عن حشد حوثي صوب محافظة شبوة اليمنية، محذرا من استعداد أذناب إيران لحرب قادمة. وذكر الخليفي في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس أن الحوثيين استغلوا الفترة الماضية في تسليح أنفسهم بشكل نوعي من خلال طرق التهريب البرية والبحرية. وأضاف أن استمرار الوضع الحالي الذي لا سلم فيه ولا حرب مع ضعف الاقتصاد وانهيار العملة يمنح الحوثيين مساحة أكبر للمناورة السياسية والعسكرية لتحقيق أهداف إيران. وأكد الخليفي أن تعليق الأمور بهذا الشكل لا يخدم أحدا سوى الحوثيين، داعيا إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا الخطر. مصرع حوثي وإصابة آخرين خلال اشتباكات مع مواطنين في آب. قالت مصادر محلية أن أحد عناصر عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقى مصرعه وأصيب آخرين خلال اشتباكات مع مواطنين في محافظة آب وسط اليمن. وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مواطنين وعناصر حوثية تابعة لما يسمى بالقوى الصاروخية في مديرية حباش شمال محافظة آب. وبحسب المصادر فإن عصابة الحوثي استحدثت موقعا عسكريا في أعالي جبل نهرة بمديرية حباش، وهو الأمر الذي دفع الأهالي للرفض للتطور عملية الرفض وصولا لمواجهات مسلحة أسفرت مصرع عنصر حوثي وإصابة عدد آخرين. وأشارت إلى أن عصابة الحوثي قامت عقب ذلك باختطاف العشرات من المواطنين في منطقة جبل نهرة. من بين كل حيوانات الغابة المفترسة يطلق على الثعلب لقب الخسيس، وهذا اللقب الذي حصل عليه عن جدارة واستحقاق يعود إلى كونه يتصرف مع فريسته بطريقة خسيسة وليس مثل باقي الحيوانات. فالأسود مثلا حين تهاجم القطيع تختار ثور أو بقرة أو حمار وحشي واحد ليكون فريستها، وبعد أن يصطادون فريستهم ويلتهمونها ويشعرون بالشبع وتنتهي ثورة الجوع لديهم فإنهم يتركون القطيع لحال سبيله يعيش حياته الطبيعية في الغابة. وكذلك تفعل بقية الحيوانات، إلا أن الثعلب يشذ عن هذه القاعدة بعمل خسيس يجعل كل حيوانات الغابة كلها تتقزز منه ومن فعلته. فهو حين يهجم على قن الدجاج فإنه لا يكتفي بأخذ دجاجة واحدة أو حتى دجاجتين ليشبع جوعه وينصرف لحال سبيله، إنه لا يفعل ذلك بل يفتك بكل الدجاج المتواجدة في القن ولا ينصرف إلا وقد قضى على الجميع.